بيكو في برنامجكو ضيع واستقبل. الحقيقة الفكرة من ان احنا فتحنا القناة. انا وصاحبي اندرو احنا طول الوقت بنحب نتكلم في الكورة وبنحب ندردش فيها، وممكن نقعد بالساعات نطول، فيعني اعذرونا لو كنا رغايين شوية. بس فانا اهلاوي وبشجع الاهلي من زمان جدا، من ايام ما ابو تريكة كان صفقة لسه بتلعب في الترسانة واحنا عارفين ان هو جاي الاهلي. حتى اول ماتش شفته كان الاهلي والترسانة، تقريبا خلص 2-0 او 2-1. مرورا بقى مع الاهلي في الدوري وفتره جوزيه وحسام البدري ومحمد يوسف وكل الكلام ده كله، انا تقريبا يعني مش عايز اقول كده يعني عشان حتى الناس اللي بتتفرج علينا ما يعملوش كده، بس يعني مش كنت بسيب دروس ثانويه عامه. مثلا لو في ماتش مهم او حاجه زي كده، بصراحه ما كنتش بروح او امشي بدري عشان اتفرج على الماتش، فيعني ما كنتش بحب افوت الماتش يعني. ومرورا حتى بمطوشه الاهلي هنا في كاس العالم، 3 ماتشات انا حضرت ال3 ماتشات كلهم. اه مش احسن اداء ومش احسن نتيجه، كان نفسنا في حاجه اكتر من كده، بس انا كنت في الاستاد وشفت يعني ان احنا كنا قريبين ونقدر نكسب ماتش انتر ميامي. بس يعني الحمد لله عادي تتعوض، يعني الاهلي كل سنه في كاس العالم، فيعني عادي تتعوض. وانت بقى يا اندرو تشجع ايه باين من انا التيشيرت؟ انا بشجع ليفربول، بس مش من زمان قوي. انا بشجع ليفربول من ايام صلاح لما مضى. هو حببني في النادي. يعني انا ما كنتش ليا في الكوره قوي، كنت يا دوبك اتفرج على منتخب مصر وهو بيلعب في كاس الامم، وفي 2018 كاس العالم. كنت بحب قوي منتخب مصر. فلما لقيت صلاح بقى، انا بالنسبه لي انا عارف في لعيبه كتيره اتشهرت بره، يعني محمد زيدان وميدو وكده يعني. بس انا اول مره بيتهيالي اشوف لعيب زي صلاح يتشهر بره مع فريق كبير توب 6 في انا عارف ميدو كان في توتنهام، بس انا مش بحسب توتنهام فريق كبير. ولا ميدو اصلا عمل حاجه. اه بالظبط. فبس صلاح يعني انا حببني في الكوره، وحببني في ليفربول. وناس كتيره تقول لي طب انت يعني طب هتعمل ايه لما صلاح يسيب ليفربول؟ يعني الناس اللي كانت بتشجع رونالدو في ريال مدريد بيعملوا ايه، عملوا ايه؟ او الناس اللي كانوا بيتفرجوا على بارسا بسبب ميسي عملوا ايه؟ عادي، ما لبست انا في النادي خلاص لبست. بالظبط زي الناس اللي لبست في ارسنال مع هنري. اه بالظبط كده. بس كلمني بقى على الاهلي، عشان انا بس انت بتقول حاجات دايما مستفزه جدا. انا بقول لك عشان بس مبدئيا كده، انا ولا ليا في الاهلي ولا ليا في الزمالك عادي ولا عادي ليا في الدوري المصري. عادي عادي. ماشي، بس انت دايما بتحفل على الزمالك، هم بيحفلوا عليك، بس انت دايما ماسك نفسك ان انت ايه اكبر فريق في افريقيا، وانت وانت ماشي. وانت وانت وماشي. الالقاب معاك القاب دوري وافريقيا و بس الموسم ده انت ما جيتش. حلو حلو. افتكر بس ان انت طولت في السؤال عشان لما اجي ارد لك السؤال ما تجيش تقول لي انا طولت. ماشي. مبدئيا ان انا احفل او ان انا مثلا يكون عندي كبرياء او حتى لو بتسموه غرور، انا ما عنديش مشاكل في ده، سميه زي ما تسميه. بس انا فريقي مديني نقطة قوة ان انا اتكلم منها. انا بتكلم ان انا فريقي كل سنة الاهلي بياخد الدوري، ولو في سنة او سنتين ما خدش الدوري فده بيبقى للناس كلها اللي بتتفرج الكورة عارفين ان ده مش طبيعي. الزمالك يقول انا بكسب بالحكام، بكسب يقول اللي هو عايزه. لو انا بكسب بالحكام الزمالك بيتحسب له ضربات جزاء قد كده، بره في افريقيا ما بيتحسبلوش. فلو هو شايفني ان انا حرامي اعمل زيه وابقى زيه واكسب. انا اللي انا عايز اقوله واللي انا عايز اوصله دايما ان دايما المشكله بتاعت الزمالك ملهاش علاقه بالاهلي. الاهلي اكيد يعني مش هيروح يقول للزمالك هي ما تخليش معاك فلوس او ما تجيبش او هات لعيبه وحشه كواليتي اقل من اللي انا بجيبها. محدش هيقول له كده. انت هتيجي في الاخر هتحكم لي ان المساله مساله فلوس. هي المساله مش مساله فلوس، المساله ان انت عندك ادارات بتيجي بتمسك النادي بتخربه، مش عارفه تدير. ده ذنبي؟ لا طبعا مش ذنبك، بس كلمني في الموسم ده بالذات يعني. ماشي وبعدين ده مش المشكله، مش من اول الموسم، لا ده احنا ممكن نرجع لحد كاس، اللي هو كاس العالم الانديه، ما جاتوش. لا ماشي طيب، انا اختلف معاك في النقطه دي. مش ما جيناش، هو ما جيناش على مستوى النتائج لكن على مستوى الاداء. انا شايف ماتش انتر ميامي عملناه كويس، ماتش بورتو عملناه كويس. برضو انت لو خدت بالك او لو لا لا بتتابع. لا، ساي الكلام ده ما ياكلش معايا ومش هياكل مع اي حد. مفيش حاجه اسمها احنا جينا والاداء ومش اداء. العبره بالنهايه، صح؟ ماشي فين العبره النتيجه؟ بالنهايه. انا كنادي من افريقيا، مفيش نادي مبدئيا يعني مفيش نادي من افريقيا اصلا صعد من دور المجموعات. ايا كان ايه الجروب ليج بتاعتهم كانت صعبه،
وانا مجموعتي كانت اسهل الى حد ما وعندي فرصه ان انا اصعد وما صعدتش، وده بسبب ان انا الاداره جابت مدرب مش حلو. ادي الاداره غلطت، اداره الاهلي غلطت في انها جابت مدرب مش كواليتي عالي ان هو يخش بيه كاس عالم. انا مش معترض وكلنا هاجمنا الاداره وقلنا ان هم غلطانين، مع انه كنت بتحبوه في الاول. لا 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 ايوه لا لا لا. يا ابني انت لما جابوه طلعت بيه في السما لما مين ابتدى قال؟ يكسب كام ماتش كده. ايوه مين انت جيت لي قال؟ وقلت لي. هو ما كسبش اي ماتش، هو اصلا اول ماتش انت تقريبا متلخبط ما بينك وما بين كولر ده اللي كان السنه اللي فاتت، لكن السنه دي ريبيرو ده بدأ مع الاهلي متوشه في كاس العالم. مش كسبتوا الدوري؟ كسبنا الدوري مع مدرب تاني مش مع المدرب ده. المدرب اللي كان بيدربنا في كاس العالم ده كان مدرب انت لسه بتشجع كوره بقالك 5 سنين فعلا، انت لسه ما تعرفش حاجه. ماشي يا عم. بس هو لا هو عشان دوري مصري تعبان مش حدش هيتابعه يعني. مفيش مشاكل، انا ليا كل فخر ان انا اتابعه وما بفوتش ماشي يا عم، خليك في الفخر بتاعك. بس فانا دلوقتي المدرب ده جه مدرب مش هقول سي في، او لان انا بالنسبه لي في الاهلي في مدربين جم الاهلي كانوا ما دربوش فرق كبيره ولا اي حاجه وعملوا نتائج، وفي مدربين كانوا جايين. مارتن يول كان بيدرب توتنهام وجاي عندنا ما عملش حاجه. فانا ما بقى المدرب انا بعترف بيه اشوفه هو عمل ايه مع فرقتي. فريبيرو لما جه ما عملش يعني ما كانش مدرب انديه كبيره، وكان السي في بتاعه الفرق اللي دربها فرق قليله مش فرق عندها جماهير بحجم الاهلي، فكان اختيار غلط يعني. المهم فلما جه حتى لو احنا لعبنا ماتشين كويسين بس برضو النتيجه كانت ممكن تكون افضل من كده، خصوصا ان انت كنت في مجموعه مش هقول سهله بس يعني في امكانيه ان انت كنت يعني تقدر تعمل احسن من كده. بس يعني الحمد لله حصل خير. مع بدايه الدوري الاداره اتاكدت اكتر واكتر. مع اول ماتش تعادل، مع تاني ماتش كسبت بس كسبت اخر فرقه في الدوري، تاني ماتش تعادل، تالت ماتش تعادل، خسرت من بيراميدز 2-0. فهنا الاداره اتاكدت ان خلاص، والجماهير خلاص قلبت على المدرب وقالوا خلاص المدرب ده ما ينفعش، وفعلا مشوه. بعد ما مشوه مسك مدرب مصري اسمه عماد النحاس، بدانا نرجع في النتائج وبدات اللعيبه تفوق ورجعنا في النتيجه تمام. بس انا طول الوقت دايما براهن على الاهلي. ليه؟ الاهلي اي موسم بيبداه وحش ببقى عارف انه مش هيكمل بقيه الموسم على نفس المستوى، ببقى عارف انه هيرجع وهيرجع بسرعه وهيرجع اقوى وهيرجع، هيبقى عارف ان انا خلاص وقت الدلع ووقت ان انا اضيع نقط ده كان خلاص خلصت كله في اول الدوري. بقيه الدوري بقى همشي وادوس. والاهلي السنه دي عنده صفقات كبيره جدا، تريزيجيه وبن رمضان وبن شرقي وزيزو وامام عاشور، صفقات تقيله يعني زي ما بيقولوا كده تلعب من غير مدرب. يعني الزمالك مش هتنافس؟ الزمالك يقدر ينافس بس الزمالك هو اللي بيوقع نفسه بنفسه، انا ما وقعتوش، انا بعيد عن الزمالك راح اخر ماتش تعادل مع غزل المحله 1-1 وخسر من الاهلي، بالرغم ان هو كان كسبان 1-0 وجاله فرصتين في اول ماتش. اهو انا بقول لك اهلاوي بقول لك الزمالك جاله فرصتين في اول ماتش، لو كان كمل وجابهم كانوا جابوهم. بس هي دي عاده الزمالك على طول عمره مش بكرههم بس يعني مش بكرههم بس هي دي عادتهم طول عمرهم يعني. ربنا يخلينا الزمالك يعني. انا من غير الزمالك انا بطولاتي وتاريخي كله معمول على حساب الزمالك، فيعني ربنا يخليهم ليا ويضيعوا نقط كمان وكمان. كياد بشكل بس لا مش كياد وحاليا اللي بينافسني في الدوري فريق اسمه بيراميدز، معاه فلوس بس ما عندهوش جمهور، بس تمام بينافسني. هل في حد هيقدر يقف قصاد الاهلي في الدوري المصري لو الاهلي فايق؟ اجابه واحده لا، مفيش اي فريق هيقف قصاد الاهلي لو مين ما دام الاهلي فايق. ماشي يا سيدي، خليك مغرور كده. ولا مغرور ولا اي حاجه. ماشي يا عم، هنشوف العبره بالنهايه، نشوف اخر الموسم اللي هيحصل. ولا مغرور والايام جايه كتيره ولا اي حاجه وصيك انت. انا من اول الدوري، انا كل دوري يعني لو عندي امكانيه ان انا اقول يعني نطلع نقول نجزم ونقول للناس الدوري ده للاهلي من قبل ما الدوري يبدا هنعمل كده. لان الاهلي كل سنه انا زي ما بقول لك الاهلي كل سنه هو بياخد دوري، والسنه اللي ما بياخدش فيها الدوري دي تبقى حاجه مش طبيعيه. تعرف الثقه اللي انت عندك دي اللي بتخليني لما بتفرج على ماتش للاهلي بشجع اي حد ضد الاهلي، عشان الثقه اللي مش عايز اغلط. ناس كتير ما بتحبش ريال مدريد عشان ريال مدريد دايس على وش الكل وبيكسب الكل عادي. ريال مدريد الحكام عندها سيكه كده. ما فيش مشاكل، اي فريق بيكسب هتطلع هتقول حكام، مفيش مشاكل. ليه؟ لان الفريق الفاشل، الفريق اللي مش قادر يكسب دايما هيدور على اكسكيوزز وحجج لنفسه عشان يداري على فشله. طب شوف كده، شوف ريال مدريد كده جالها كام بينالتي الموسم ده
مقارنه بالباقي الدوري. مش عايز اعرف، لان غلطات التحكيم موجوده في كل دوري. ماشي ما اختلفناش، ايه بس اعظم مش ايه بالليست. اعظم ايه ماشي يا اعظم عم، انا دوري في مش العالم؟ عايز اخش ايه الدوري اعظم الانجليزي. الدوري الانجليزي؟ مش عايز اخش هل في حاجات. الحكام كلها مش بتغلط لا في كل طبعا الفرق؟ طبعا بتحصل. بالظبط، نفس الحاجه بتحصل في الدوري المصري ونفس الحاجه بتحصل في الدوري الاسباني. ماشي يا عم. بس الناس مركزه عشان ده الفريق اللي بيكسب كل سنه كل حاجه، فاحنا مركزين معاه. ده اصل الحكام. طب هي الحكام دي بتبقى معايا في كاس العالم لما بعمل لا نتائج؟ طبعا، بس انت ما عملتش حاجه في كاس العالم. مش في كاس العالم ده انا بتكلم، انا واخد كاس العالم، واخد المركز واخد الثالث. كاس عالم امتى ده؟ استنى. لا واخد في كاس العالم مركز ثالث 4 مرات. انت بتفتخر بالمركز ثالث؟ مش بفتخر، بس انا كفريق من افريقيا ان انا اوصل لمرحله زي كده، دي حاجه كويسه. دي حاجه كويسه. في فرقتين من افريقيا خدوا مركز ثاني قبل كده، بس انا الفريق الوحيد اللي في افريقيا اللي رحت كاس العالم يمكن 9 أو 10 مرات. مفيش فريق في افريقيا عمل كده، لان انا كسبان البطوله افريقيا حوالي 12 بطوله. يس ده صح. نيجي بقى ليك انت يا حلو. تعالى بقى السيزون. انت بادئ السيزون كله قال لك ليفربول كيكي وارني سلوت والسنه اللي فاتت، وكله قال لك بس ليفربول خد الدوري من قبل ما يتلعب. ايوه. تبدا اول ماتش في تاني ماتش تكسب في اخر 5 دقايق، يطلعوا يقولوا لارني سلوت ايه ده؟ يقول لك دي حاجه كويسه، احنا عندنا فتنس عالي ومنتاليتي. جيت بقى يا حلو في اخر 3 ماتشات، وبصراحه انا شايف مش اخر 3 ماتشات، هي بدات من ماتش بيرنلي اللي انت ما عرفتش تكسبه غير في اخر دقيقه بضربه جزاء. بس تعالى بقى يا حلو اخر 3 ماتشات انت ما جيتش، مش خسرت، انت ما لعبتش كوره اصلا. حصل. ايه بقى حصل وانا شاهد. ايه بقى اللي حصل؟ لا ما اعرفش اللي حصل، اسال اللعيبه. لا انت كمشجع شايف ايه؟ انت بتتفرج على النادي ده بقالك 5 سنين، قول لي ايه اللي حصل. ما اقول لك ايه يا عم، انا مخنوق طبعا. دايما انا لما بخسر ماتش اللي هو خلاص انا بتضايق وكده، بس بحب ابص على ايه، على زي ما بيقولوا هنا في امريكا ذا برايت سايد، اللي هو ايه، الكوبايه النص مليانه، ان احنا خلاص يعني نعم خسرنا ماتشين في الدوري، نص الكوبايه المليانه. بالظبط كده، اي حاجه. خسرنا ماتشين في الدوري، بس في الاول والاخر احنا السكند، المركز الثاني يعني بفرق نقطه واحده، فمش ما بعدناش قوي، فكنا ممكن مكاننا يبقى احسن من كده بكتير. بس حصل. بص كل فريق بيمر بفورمه، يعني بينزل ويطلع على مدار الموسم، فاحنا الفتره دي احنا نازلين. الماتش بتاع كريستال بالاس هم لعبوا احسن بكتير، الدفاع عندنا سيء جدا. احنا ده من اول الموسم، ماشي من اول الموسم. بس المشكله بقى ان الهجوم عندنا كان يعني كان بيغطي على الدفاع، اللي هو احنا خلاص لو بالزبط. دخل فينا جون هنرد ب2 أو 3 جون. بس ده مش واقع ان احنا نستمر على كده، هيوصل وقت، ووصل فعلا ال3 ماتشات اللي فاتت دول خسرنا طق ماتش ورا الثاني ورا الثالث، مش عارفين نسجل، مش عارفين، ولما بنسجل مش عارفين نحافظ على النتيجه، فالموضوع بقى صعب جدا. المشكله كلها بيتهيألي في الكوتش. يعني انا بحبه جدا، ومش بقول ان هو المفروض يتفير ابدا، بس هو هدفه اتاك هجوم، والدفاع مش مركز عليه قوي. يعني لو كان بيركز عليه كنا نشوف مثلا ان احنا جبنا في الترانسفير ويندو يعني صفقات للدفاع، حاولنا نجيب مارك جيهي، بس هو ده الوحيد اللي احنا اتكلمنا عليه، وكان في واحد ليوني ده جاله ACL، فده مش هيلعب اصلا. بس لو كان بيركز قوي على الدفاع، انا حاسس ان احنا كنا المفروض بنبص على 1 و2 و3 مدافعين من التوب ديفندرز، مش جيهي بس ما حصلش. فانا حسيت ان هو مركز قوي في الهجوم، ايساك على ايكيتيكي والميدفيلد فيرتس، مركز قوي على دول. طب وحتى لما جاب فريمبونج نعم هو جايبه رايت باك، بس جايبه عشان يلعب رايت وينج مكان صلاح برضه، ولعب حطه مكان صلاح مره. بس انا شايف ان اي فريق الدفاع بيبتدي من اول لاين، من اول المهاجم، لما بيعمل هاي بريس والكلام ده. ايوه. لما اللعب او الاداء بتاع اللعيبه دي قلت، وعلى راسهم صلاح اللي كان شايلك السيزون اللي فات. أيوة. شايلك بمعنى شايلك. كان بيحرك الفريق كله. صلاح من اول السيزون جاب جون، جاب ضربه جزاء، هو ما جاش وانا قلت لك ده هيحصل. انا قلت لك قبل ما الموسم يبتدي، وقلت لاي حد هيسمع لي ان صلاح الموسم ده مش هيبقى زي صلاح الموسم اللي فات، وممكن ده يبقى يعني انيل موسم ليه. وفعلا لحد الان يعني زي ما قلت لك هو ما جاش الماتش اللي فات، ما جاش الماتش اللي قبليه برده، ما جاش، وكذا ما بيعملش حاجه. بس انا عندي امل يعني ان هو ان شاء الله مع الوقت والتدريب. انا يعني في انترناشونال بريك، احنا دلوقتي اسبوعين، ان شاء الله الماتش اللي جاي هيكون فيه
يعني تفكير مختلف الماتش approaching the match in a different way، عشان الهجوم ده مش هينفع معانا، بالذات الماتش بتاع كريستال بالاس انت 1-1 وهو الكوتش طلع وقال كده، قال احنا 1-1 وخلاص الكرة ليهم وما فيش فرصة ان احنا نهاجم، لازم ندافع. لا قال لك في لعيب انا ما اعرفش مين جرافنبرغ، انا مش عارف لو هو لا، بس انا سمعت تراتيش ان هو اللي كان طلع يعمل كاونتر اتاك وما عرفش يرجع عشان يدافع، فبالتالي مش عارف لبسنا، مش عارف انا مش عارف، بس الكوتش قال كده. فهو المايند سيت. بس سيبك من كل ده. ماتش تشيلسي الماتش ده لو عندهم هجوم وعندهم لعيبه الماتش ده يخلص 7-8 مرتاح يا ليهم. عم خلاص بقى، ما بحبش تشيلسي، ما بحبهمش ابدا. بس يعني الحق يعني دفاعك بصراحه الماتش كان اوبن جيم، كان مفتوح للفرقتين. بس يعني هجمات تشيلسي كانت اخطر. كل الهجمات اللي كنتوا بتطلعوا بيها على صلاح، وكان يا اما بفينش شوطه في المدرجات او ما بيعرفش يبصيها صح. هو صلاح ضيع فرص كتير على الماتش اللي فات بتاع تشيلسي. كل الفرص الناحيه الثانيه كانت بتيجي كوكوريلا واستيفاو ونيتو، كان في طيارات عندكم، شوارع مفتوحه. وفان دايك انا مش عارف ايه الرياكشن، ايه الصوره السيلفي اللي بيحب ياخدها دي كل ما حد بيحاول يشوط، ما اعرفش بياخد وضعيه غريبه. فيعني كلمنا عن الماتش ده. انا ما بحبش تشيلسي ابدا، بيتهيألي لو سالتني انه فريق في الدوري الانجليزي كله اللي انا ما بحبش اخسر له هو تشيلسي، ما احبهمش. يعني هتخسر لمان يونايتد انا اخسر لمان يونايتد وما اخسرش لتشيلسي، ايه رايك بقى؟ انا اخسر لايفرتون وما اخسرش لتشيلسي، ماشي؟ اديني بقولها لك علني. هو ماتش كان مش بتاعنا، انا شايف ان احنا احسن من تشيلسي باضعاف، ولو كان يومنا كنا كسبنا الماتش. مش في الماتش قصدك يعني عامه؟ لا عامه مش في الماتش ده، الماتش ده لا هم يستحقوا يكسبوا، هم كانوا يستحقوا يكسبوا، ماشي؟ يكسبوا 3 و4 ماشي، ما اختلفناش، انا مش مختلف معاك، بس عامه يعني على مدار يعني انا اقول لك حاجه، بغض النظر ان احنا خسرنا، احنا المركز الكام الثاني، هم المركز الكام مش عارف، خامس سادس حاجه زي كده. دي حاجه برضو تقلل منك ان انت خسرت من فريق. لو لا ما تقللش ليه في الخامس، انت ليه ما خسرتش مثلا من الاول او الثاني، ليه استنى، انت خسرت من فريق في المركز لا 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 انت بتقلل منك. لا ابدا مش كده، بس فكر فيها. طب ما انت عندك مان سيتي وارسنال وليفربول، حتى ياما خسرنا من فرقه في المركز ال 16 و17 و18، بتحصل كل موسم، بيبقى مفاجات زي كده. عشان كده الدوري الانجليزي احلى دوري في العالم، عشان فيه مفاجات زي كده، وانا بصراحه بحب المفاجات. انا ما بحبهاش في الفريق بتاعي، بس لما بتحصل يعني ماشي، اللي هو انا داخل الماتش مش عارف ايه اللي هيحصل. حتى لو انا مان سيتي او ارسنال او شوف مين اكبر فريق في الدوري، انا داخل الماتش مش عارف مين هيكسب، انا عارف مين الفيفوريت، مين اللي المفروض يكسب، بس مش عارف ايه اللي هيحصل. فعشان كده اللي هو لا، انا مش شايف ان انا بقلل من نفسي او بقلل منهم، بس انا شايف ان على مدار الموسم انا مش شايف ان تشيلسي احسن من ليفربول، ولا عمرهم كانوا احسن مننا. يمكن كان في فتره كده لما ابراموفيتش في 2004 لما جوزي مورينيو كان ماسك، الفتره اللي ليفربول كانت واقعه، فاكر 30 سنه ليفربول مش عارفه تكسب دوري. بيتهيألي في ال 30 سنه دي كان في فتره تشيلسي كانت فعلا اعلى من ليفربول. بس لو هتمسك النادي ده والنادي ده من ساعه ما يعني they were established، من ساعه ما ابتدوا، مش هتلاقي ان هتلاقي ليفربول بالقاب واعلى وكل حاجه اعلى. حوارات الدوري الانجليزي كتير جدا مش هتخلص. لا نتابعها ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله. بس كده، دي كانت حلقتنا يا معلمين، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في قناتكم ضيع واستقبل. احلى مسا.